السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ حورية العجرود. النهاردة هنعمل إيه يا كوكي؟ النهارده هتعملي نوعيها ميني بيتزا بالسوسيس اند تشيز. فالنهاردة هعجنها قدامكم. دي مقاديرنا: 2 كيلو دقيق، معايا لبن رايب، معايا خميرة، معايا ملح، نص فنجان صغير زيت، ومية فترة، ومعايا هنا زعتر أخضر هاخد منه حبة كده بإيدي في العجينة بتاعتي، وهطعمها وهرجع لكم بقى تاني وانا بحط الحاجات بتاعتنا. يلا بينا. انا معايا الملح، نحط رشة صغيرة. هنا هنحط الخميرة. هنا هنحط معلقة سكر. وهنزل بالمية الدافية بتاعتي الأول. ده طلب كوكي وأيهم الميني بيتزا بالسوسيس. تيتا هي انا لميت العجينه ورشيت رشه الزعتر بالسمسم، حطيتها عليها. والوقت كوكي هتحط لي اللبن الرايب. هاتي يا كوكي كده حبه على ايدي تيتا. بس، مش عايزه اكتر من كده. وهحط برضو ايه، نص فنجان الزيت، وهلم العجينه بتاعتي وابقى كده خلصت. اغطيها بالاسترتش واسيبها بقى تخمر. الزعتر الاخضر ده ريحته تحفه مع السمسم، خلطته جميله، خلي البيتزا طعمها تحفه. رجعنا لكم تاني. العجين خمر، قطعناه وقرصته هنا اهوت في الصينيه، وعملت صينيه تانية متقرص فيها. هنا بططت شويه، خبزتهم اهم دولت بالبوله. وهنا شويه بالقطاعه، صينيه تانية. ادي صينيه تانية بالقطاعه، ده مقاس صغير شويه. وهنا مقاديرنا معاكم كالاتي بقى: هنا جبنه رومي مبشوره، وجبنه ريكفورد حرة شوية. هنا جبنة شيدر كرافت، هنا جبنة موتزاريلا، وهنا جبنة مثلثات. ومعانا الصلصة التقليدية بتاعتنا اللي احنا بنعملها للبيتزا العادية. وهنا صلصة رانش، وهنا صلصة ايلاند. ويلا بينا هنبطط ونرسم بقى قدامكم، نحط على البيتزا من ده ومن ده ومن ده، من ال3 صلصات هنشكلهم كلهم. يلا بينا. عملنا هنا البيتزا بصلصة الرانش، وهنا بالصلصة العادية. دي الميني بيتزا بتاعتنا، وهكمل انا بقى الباقي ووريت لكم اهوت العينات، وهكمل بالصلصة التالتة بقى ان شاء الله. دي صينية عملناها هي عادية خالص بالصلصة العادية بتاعتنا، بس ضفنا عليها السوسيس، فده يعني الايه الزيادة شوية في الحاجات التانية اللي دخلت. طلعنا 3 صواني بيتزا، ديت بالصلصة العادية والسوسيس، ودي بالصلصة الرانش، ودي بالصلصة العادية والجبن بتاعتنا مع الفلفل والطماطم. انا عايزة افرجكم اللي هي بالصلصة العادية والسوسيس. انا بس هوريكم منظر الجبن، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا تحفة تحفة، وسايحة نايحة الريحة، مش عايزة اقول لكم. اهي قدامكم، مش محتاجة اي كلام.
هنا حبايبي خلصنا وسوينا البيتزا بتاعتنا وعبيناها. هنا معانا بالثلاث صوصات اللي معانا، الصلصة العادية والصلصة التانية الايلاند والرانش. فجميلة جميلة، مش قادرة اقول لكم على الطعم والريحة والخفية، خفيفة بتدوب في البق. شوفي كده يا كوكي، دوقي كده وقولي لي طعمها ايه. بسم الله. بسم الله يا واو عمر. يا تيتا، تحفة. ما شاء الله، هي بتقول واو يا تيتا تحفة. بالهنا والشفا يا حبيبة قلبي. شكرا ليكم، ما تحرمش منكم، وتفضلوا معانا، وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، تعليقاتكم الجميلة يا أحلى فانز عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في أمان الله.